انا بقى في الحلويات ما عنديش يوم مرحميني. النهارده الولاد نازلين عليا زن وعايزين ياكلوا حاجه جديده ومختلفه وتكون طعمها حلو، وانا بيني وبينكم عايزه حاجه اقتصاديه، مش عايزه اكلف نفسي كتير. فقلت بس هو دوت الحلويات اللي هتتعمل بسرعه الصاروخ، ومن كيلو بطاطا واحد بس هتقومي تعملي اسرع واحلى حلويات البيت كله هيتهبل عليها. بطاطا يا هبه؟ ايوه بطاطا. القمر اللي انت شايفاه قدامك ده معمول من البطاطا، وممكن كمان من غير إضافة سكر خالص. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبتك الوصفة بتاعت النهاردة يلا بقى منشن وشير عشان الكل يستفيد ويجربها. معايا حبيتين كده من البطاطا تقريبا وزنهم أقل من كيلو، حاجات بسيطة. غسلتهم كويس جدا وبدأت بقى أنا أقشرهم. وبعد ما أقشرهم طبعا قطعت، قبل ما أقشرهم قطعت الأطراف بتاعتهم كده. خلاص بعد ما قشرت الاتنين هاخدهم بقى تحت الحنفية اديهم شطفة سريعة كده مطرح ايديا. وبعد كده هروح مقطعاها بطريقة عشوائية. تقدري تقطعيها الطريقة اللي انت عايزاها زي ما انا مقطعاها مكعبات براحتك خالص. المهم اللي احنا هنحطها بقى في حلة بتتحط على النار، وهنحط معاها كوبايتين من المية. غطيها بقى علشان خاطر البخار كمان يسوي اللي فوق الوش ده. كده خلاص استوت معايا، ما كملتش على النار تقريبا كده اقل من 10 دقايق وكانت استوت معايا. 3 كوبايات من الحليب الساقع، نزلت بكوبايتين ودي الكوباية التالتة. بالهاند بلندر بقى او في الخلاط تقدري تعملي الخطوة ديت. انا عملتها بالهاند بلندر عشان ما اوسخش حاجات كتير. لو ما عندكيش تقدري تستني لحد ما البطاطا تهدى شوية، تنزلي عليها بالحليب وتضربيهم في الخلاط. المرحلة اللي انا هحطها دلوقتي دي اختيارية. انا حطيت 4 معالق من السكر، لو انتي مش حابة تحطي سكر خالص كده كده هتكون مسكرة معانا مع الاضافة للكريم كراميل. يعني لو مش عايزة سكر براحتك خالص، بس انا حطيت 4 معالق يعني آه علشان يحلوا الموضوع شوية، لكن انا حاساها اللي هي ممكن تبقى من غير سكر طعمها ألذ يعني. حطيت بقى 2 باكت من الكريم كراميل. وطبعا الكراميل بتاعه انا ركناه على جنب، هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. قلبتهم مع بعض كويس جدا وارفعهم على نار هاديه. معايا بقى اي قوالب متوفره عندك. انا كان عندي القوالب ديت كده سريعه وشكلها حلو واستهلاك الاستخدام المره الواحده. فطبعا قلت ايه اجدد لهم واعملها لهم فيها. طبعا تقدري تحطيها في كاسات، في كوبايات، في اطباق، تحطيها في صينيه كلها مره واحده وتقطعيها. ليكي حريه الاختيار. انا فضيت في كل طبق حطيت الكيس بتاع الكراميل. هنا بقى رفعته على النار. الكريم كراميل ما بيتقلش خالص، هو مجرد بس ما ياخد غلوتين 3 كده ويبدأ اللي هو يغلي معاكي خلاص كده. مش بيتقل على النار عشان نكون متفقين. طبعا تقدري تضيفي كوبايتين بس من الحليب على كمية البطاطا اللي انا عاملاها ديت. حبيتين البطاطا عليهم كوبايتين من الحليب وكيس واحد بس من الكراميل لو انت عايزة تجربي. كده خلاص بعد ما غلي معايا استنيت لحد ما هدي شوية، ونزلت بقى في قلب الاطباق ديت. هسيبه بقى على الرخامة كده شوية وبعد كده هدخله التلاجة. بعد ما سبته 10 دقايق على الرخامة دخلته التلاجة لمدة ساعتين، وده كان شكله. عايزة اقولك الحلى البطاطا طعمه حلو جدا. محدش هيصدق اللي انتي حاطة جواه بطاطا. تقدري كمان تستغني تماما عن الكريم كراميل وتحطي معلقتين من الكاستر، برضو هيديكي نتيجة حلوة قوي. جربيه وادعيلي، حاجة سهلة ولذيذة وبتدوب في البق، والمعلقة بتجر معلقة. يلا لو عجبتك الوصفة اعملي منشن لحبيبتك، وكمان ما تنسيش تشيريها على صفحتك عشان كله يشوفها وينفذها. البطاطا حلوة قوي في السوق الايام ديت وسعرها يعتبر مناسب جدا. يلا الحقي اعمليها.